عمرك سألت نفسك ازاي العرب سابوا بصمتهم في دولة بعيدة زي سنغافورة؟ في أقصى جنوب شرق آسيا وسط ناطحات السحاب وبلد حديثة جدا عمرها 60 سنة بس. شارع واحد يخليك تحس انك في بلد عربية. واهلا بيك في شارع العرب في سنغافورة. وانت ماشي في شارع العرب شامم ريحة المشاوي في كل حتة والشاورما والفلافل كمان، صوت الاغاني العربية والوان المحلات، تحس انك ماشي في القاهرة او في دبي. الاجمل بقى ان المكان ده بقى رمز سياحي اساسي، ملايين من الزوار بيجوا كل سنة عشان يعيشوا التجربة العربية. بصراحة في مؤثرين كتيرة وناس تقيلة جدا جم هنا سنغافورة، ولكن ولا واحد منهم ادانا معلومات كافية عن شارع العرب. ومن هنا دوري يبقى جه. الحقيقة واللي ناس كتيرة ما يعرفوش ان شارع العرب ده قصته مش بس مطاعم واكل. البدايه كانت من القرن ال19 لما جم العرب اليمنيين من حضرموت وسيطروا على التجاره في سنغافوره في القرن ال19. المكان كان سوق كبير للانسجه والسجاد الفاخر، واي حد عايز اقمشه تقيله وفاخره كان بيجي هنا. وكمان عندك مسجد السلطان اللي اتبنى سنه 1824 بامر مباشر من السلطان حسين شاه، والعرب ساهموا بفلوس ضخمه جدا عشان يبقى رمز اسلامي ديني في سنغافوره. حوالين المسجد شبكه شوارع باسماء عربيه زي باسورة ستريت وماسكت ستريت. وشارع العرب ده اول مكان مسموح فيه بممارسة الطقوس الاسلامية علنا من اكتر من 150 سنة، وده اللي خلى المكان ده يبقى محطة اساسية لاي زائر مسلم في اسيا. ولكن بالنسبة لي القصة مش تاريخ بس، انا بنفسي جزء من القصة. في العشرينات من عمري كنت شغال مع اخويا في المطعم بتاعه في شارع العرب. كنت بشوف السنغافوريين والسياح من كل مكان بيتجمعوا حوالين اكلنا وضيافتنا، وازاي كلمة اهلا وسهلا بتخليهم يحسوا ان هم في بيتهم. والنهارده وانا واقف قدام مسجد السلطان مش بس شايف تاريخ سنغافورة، انا كمان شايف تاريخي معاهم. وانا فخور جدا ان بصمتي هنا بقت جزء من تاريخ العرب في سنغافورة. ولو عايز تجرب بنفسك قصة مليانة اسرار محدش بيحكيها، تعالى هنا شارع العرب. ومع تروبيكال تيكت التجربة مش بس جولة، دي قصة هتعيشها بنفسك.